المشاهدون الأكارم، نعتذر لهذا الخطأ الفني ونستهل نشرة هذا المساء بأهم ما جاء فيها، ومعكم فيها قاسم أحمد. بحث كفاءة التعليم في إقليم عنسبة. نمو جيد المزارع في غردات. تطعيم الكلاب في معيني. اتفاق على استئناف التفاوض بين واشنطن وبيونغ يانغ. العراق وسوريا يعيدان فتح معبر القائم البوكمال الحدودي. والصين تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى تأسيس الحكم الشيوعي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقدت في مدينة كرم في الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر ورشة عمل لضمان تحقيق كفاءة الطلاب ورفع المنافسة. وبحثت الورشة التي شارك فيها أكثر من 200 من المشرفين التربويين ومسؤولي التعليم في المديريات والمدراء ومسؤولي وزارة التعليم والخبراء سبل رفع زعرفة الطلاب وتطوير قدرات المعلمين. وناقشت الورشة بتوسع فرص التعليم للجميع وتأهيل المعلمين وإدارة التعليم والتدريس ووسائله وصحة الطلاب ومساعدتهم وهيكل المدارس وملائمتها والعملية التعليمية. وقال المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب إن الدراسات ظلت جارية لتطوير كفاءة ونوعية التعليم، وتهدف الورشة إثراء هذه الدراسات والتعرف على الجهات المنفذة على الأرض وتعزيز مساهمتها. وذكر العمل الجاد لنشر المدارس مشيرا إلى أن عدد المدارس ارتفع من عام 2001 وحتى 2018 من 667 إلى 987 في المرحلة الابتدائية، ومن 142 إلى 382 في المرحلة المتوسطة، ومن 43 إلى 108 في المرحلة الثانوية. وأوضح العمل لضمان تأمين نوعية وكفاءة التعليم إلى جانب نشر المؤسسات التعليمية، وأن الورشة تسهم لإدخال أسلوب عمل يقاس ويقيم. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة سيد كفلاي عند مريم أن الورشة جزء من جهود تقوية العملية التعليمية، وتساعد لترتيب المدارس والعمل التعليمي وخارطة الطريق لتحسين وتطوير معرفة الطالب ورأيه ونتائجه. وأكد المشاركون بأن الورشة تعمل لتحسين العملية التعليمية وسيعملون لإنجاح مخرجاتها. ذكر مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية غردات السيد تدروس قبر مريم أن المزارع في وضع جيد لجهود المزارعين والمعدل الجيد لهطول الأمطار. وأوضح زراعة مساحة أكثر من 3400 هكتار في الوسائل التقليدية والحديثة، وأن المزروعات بلغت مرحلة الاستثمار، مشيرا إلى أن الجرارات التي خصصتها الحكومة أسهمت لفعالية الزراعة. وأفاد أن الماشية وجدت الأوضاع الملائمة لنمو المراعي ووفرة المياه. وأكد المزارعون الاستفادة الجيدة من الجرارات الحكومية وغزارة الأمطار، داعين لتصحيح مستقبلي لتأخير قدوم الجرارات في بعض المناطق. جرت في مدينة معيني عملية تطعيم مجانية للكلاب لمكافحة داء الكلاب. وأوضح المسؤول البيطري في مكتب وزارة الزراعة بالمديرية السيد ولد أب الصفاو أن التطعيم يقدم بانتظام سنويا لخطورة داء الكلب، وقد تم تطعيم 2600 كلب.
من جانبه دعا مسؤول المكتب السيد تاديوس ميكيل المواطنين لتطعيم كلابهم في نقاط التطعيم المعدة، مشيرا إلى وجود برنامج لإبادة الكلاب الضالة. وأكد أصحاب الكلاب على أهمية التطعيم، منادين اتخاذ الإجراءات السريعة ضد الكلاب الضالة التي تكاثر تشكل المخاطر. بدأت أجهزة إقامة حدائق الشهداء في 3 مديريات بالأقليم الجنوبي بهدف تطوير المجال السياحي. وجرت في دبار وأجهزة تشجير بمناسبة اليوم العالمي للسياحة في موقع إقامة حديقة الشهداء. وقالت المدير العام لقسم السياحة في الأقليم الجنوبي السيدة أسمرة أبرهة أن العمل سيجري لبناء سور للحدائق السياحية وزراعتها بالأشجار الكبيرة المستوطنة والازدهار والأزهار ومتابعتها من قبل المرافق القدمية. وذكرت أن البرنامج بدأ في مديريات دبار ودك أمحرة وعدخالة وسيتم إدخاله في المديريات الأخرى. من ناحية إنسانية تم الاحتفال في عصب باليوم العالمي للسياحة، حيث أشار المدير العام للسياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عيسى أحمد أن الإقليم له الكثير من الموارد الجاذبة للسياحة. وفي البرنامج الذي نظمه 177 من أصحاب المرافق الخدمية في مدينة كرنة، قدم المدير العام لقسم السياحة في إقليم عنسبة السيد سالم علي توضيحا حول الموارد السياحية التي يزخر بها الإقليم. وقال أن تطوير المرافق الخدمية السياحية تحتاج لري وعمل جمعي. قام مسؤول التعليم والمدراء من 9 مديريات بإقليم القشبركة هي عالي القاش وقلوج ولوقع عنسبة وشنبقة ومنصورة وفورت السوا وملقي وكركبت وسلعات دورة تأهيلية ليومين في مدينة قردات لإدارة التعليم ورعاية الطلاب. وتضمنت الدورة التأهيلية رفع كفاءة المعلمين ووضع الخطط وأسلوب التدريس وتحسين نظام الزمالة. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم القشبركة السيد محمد علي إبراهيم أن الهدف من الدورة التأهيلية هو إصلاح ضعف الطلاب بطريقة مدروسة ورفع كفاءة المدارس والطلاب. وستنظم دورات تأهيلية مماثلة لمديريات الإقليم المتبقية. ودعا المشاركون لاتخاذ مبادرات لحل النواقص في المدارس. في غضون ذلك قيمت إدارة التعليم في مديرية دقة أسباب انخفاض عدد الطلاب عامة والإناث خاصة، والعمل لرفع المشاركة في التعليم تماشيا مع الفرص المتاحة. وذكر مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عبد الله عمر وجود 11 مدرسة في المديرية، غير أن عدد الطلاب في جميع المراحل التعليمية لا يتجاوز 2800 طالب، ويجب التعرف على أسباب وحلها. من جانبه دعا مسؤول التعليم في إقليم القشبركة السيد محمد علي إبراهيم الدفع بقوة لرفع وعي المجتمع، موضحا العمل لفتح الفصل السادس في عد إبراهيم والفصل التاسع في حشكيتو لتخفيف من المشاكل المدروسة. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. أعلنت كوريا الشمالية أنها ستجري محادثات حول الملف النووي على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة السبت، في مؤشر على استئناف المفاوضات بعد انهيار قمة في فبراير الماضي. واتفق الجانبان على إجراء اتصال مبدئي في 4 أكتوبر وعقد مفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي. وقالت أن المسؤولين الكوريين الشماليين جاهزون للدخول في المباحثات. وتوقفت المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن منذ انهيار قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير من دون التوصل لاتفاق. واتفق الزعيمان على استئناف حوار على مستوى فرق العمل، وذلك خلال اجتماع لم يكن مقررا
في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في جينيو، غير أن غضب كوريا الشمالية إزاء رفض الولايات المتحدة إلقاء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية أدى إلى تعليق الحوار. قامت سلطات العراق وسوريا بإعادة فتح معبر القائم البوكمال الحدودي بين البلدين أمام التجارة والأفراد بعد 5 سنوات من إغلاق بسبب الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وعبرت أولى الشاحنات من هذا المنفذ الذي يعتبر الوحيد اليوم الواقع تحت سيطرة سلطات دمشق والسلطات الفيدرالية العراقية. وفي العام 2014 بعد سيطرتهم على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، بدأ جهاديون تنظيم الدولة الإسلامية رسم حدود الخلافة التي أعلنوها في ذلك الحين. وقضاء القائم الذي يقع في أقصى غرب محافظة الأنبار الصحراوية العراقية الممتدة إلى تخوم بغداد كان لمدة طويلة منطقة التهريب، حيث تسكن عشائر على جانبي الحدود. احتفلت الصين بالذكرى 70 لتأسيس الحكم الشيوعي، وأظهرت قوتها المتنامية من خلال عرض كبير للعتاد والقوات في العاصمة بكين بحضور الرئيس شي جين بينغ الذي تعهد بالتنمية السلمية. والعرض هو أهم حدث هذا العام بالنسبة للصين في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة، منها احتجاجات مناهضة للحكومة في هونغ كونغ بدأت منذ 4 أشهر تقريبا، وحرب تجارية مع الولايات المتحدة أرهقت اقتصادها. وقال رئيس البلاد شي الذي حضر العرض العسكري بصحبة سابقية في المنصب هو جين ناو وجيانغ نفسه مين أن الصين ستواصل استراتيجية الانفتاح القائم على المصالح المشتركة. وتفقد الرئيس فيما بعد العتاد العسكري وصفوف القوات واحدا تلو الآخر قبل أن يعود إلى المنصة، حيث تابع تحرك دبابات وتحليق طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ. ومن بين الأسلحة التي شملها العرض الصواريخ DF-41 البالستية العابرة للقارات التي تمثل عماد الردع النووي الصيني، ويمكنها حمل عدد من الرؤوس الحربية النووية لمسافات يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة. وأثار العرض الذي استمر أكثر من ساعتين وشارك فيه 15,000 جندي و100,000 مدني مشاعر الفخر في نفوس العديد من أبناء الصين الذين تابعوه عبر شاشات التلفزيون. بعد سنوات طويلة من التحذيرات المستمرة من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة وربطها بالسرطان، ظهرت دراسة جديدة بمشاركة علماء من دول مختلفة تضرب عرض الحائط بكل الدراسات السابقة، وتؤكد أن تناول اللحوم لا يضر بالصحة وأن على محبها الاستمرار في تناولها. وكانت دراسات سابقة قد ذكرت أن تناول لحوم البقر والضأن والخنزير يمكن أن يزيد من معدلات الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية أو مرض السكري من النوع الثاني. وشارك باحثون من كندا وإسبانيا وبولندا في الدراسة الجديدة التي راجعت 61 دراسة سابقة شملت أكثر من 4 ملايين شخص كانت قد تابعت حالتهم الصحية وطبيعة الأغذية التي تناولوها، إلى جانب 12 دراسة قام 54,000 شخص من المشاركين فيها بإحداث تغييرات على نظامهم الغذائي. وبعد مراجعة الدراسات وبياناتها، وجد الباحثون من جامعتي دالهاوسي وماستر في كندا ومركز كوك راين للأبحاث في إسبانيا وبولندا أن الأدلة التي استندت عليها الدراسات السابقة ضعيفة ولا تصلح لأن يبنى عليها العلماء تحذيرات أو نصائح بشأن الطريقة التي ينبغي على الناس أن يعيشوا حياتهم وفقا لها، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.